السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هعمل معاكم مشروب كده ايه آه شتوي، يعني يدفي في الشتاء. طبعا هو انت ممكن تشتريه، هو اسمه سحلب. ممكن تشتريه ايه جاهز من اي سوبر ماركت، او مثلا هتلاقيه، ممكن هقولك تلاقيه فين. ممكن تلاقيه لو انت عايزة تشتريه جاهز زي ده كده، ممكن تلاقيه على عند التراقوة او السوريين او المحلات المصري اللي هنا في فرنسا. ها، المهم انا عندي جاهز اهو. هم؟ طبعا هقولك لو ما لقيتهوش، لو انت روحتي وما لقيتوش متوافر وكده في اي سوبر، ما لقيتوش في اي سوبر ماركت، هقولك يعني هقولك المكونات بتاعته. طبعا انتوا عارفين ده اللي هو ايه دقيق الفرينة بتاعت الرز. هناخد منها كوباية فرينة الرز، ناخد منها كوباية واحدة. وده جوزة الهند، هناخد برضو منها آه برضو كوباية مع فرينة الرز. وهناخد 5 معالق نشا كبار. وهناخد ايه كوب سكر بودرة. سكر بودرة يعني هناخد من كل حاجة كوباية يعني. لكن في النشا هناخد منها ايه 5 معالق كبار نشا. وبرضو عايزين و3 معالق سمسم، بس انا عشان ما عنديش سمسم، بس ايه لازم تضيفي 3 معالق ايه كبار من السمسم، او معلقتين حسب ما انت تحبي. بعدين هنجيب كزرونة زي كده، وهنجيب حليب زي كده او اي نوع حليب انت بتحبيه. هنحط كوب. طبعا انت في المكونات دي اللي انا قلتلك، المكونات كلها اللي انا قلتها لك ديت الموجودة دي، بتقلبيهم كلهم على بعض، وبعد كده تحطيهم في كيس او علبة، بيطلع لك اللي هو الايه المشروب ده. طبعا دلوقتي انا هقول لك بقى الطريقة اللي انت اللي هتعمليه بيها. طبعا حطينا كوب من الحليب اهو، او كوب او 2 كوب حسب ما انت هتشربي انت وحد معاكي، فرد او 2. وبعد كده هنيجي هنا ناخد ايه معلقتين من اللي هو الخلطة دي. وبعد كده هندوبها كده اهو كلها لغاية على البارد، قبل ما نرفعها على النار. فاصل وراجع لكم. حطينا من ده اللي هو الجاهز بقى. ها، حطينا منه حوالي معلقتين على 2 كوب من الحليب. بعد كده بقى هنفضل نقلب فيه كده اهو شايفين السمسم فيه، السمسم واضح اهو فيه، لان هو الجاهز برضو بيبقى محطوط عليه ايه سمسم. لكن اللي انت بقى بتعمليه بقى ايه المكونات اللي انا قلتلك عليها دي عشان تعمليه، عشان لو ما لقيتيش في المحلات هتحطي برضو سمسم. وبعد كده نفضل بقى ايه الطريقة، نقلبه كده في الحليب لغاية لما يدوب خالص. بعد كده بقى ايه نولع النار. بقى وايه ونرفعه على النار كده اهو. حطيناه على النار، لو نفضل نقلب بقى فيه كده اهو لغايه لما القوام القوام بتاعه يعني يبقى زي الكريمه كده، او زي البشاميل، حسب ما انت عايزه بقى. يعني عايزاه خفيف، عايزاه، بس لازم هوريكي دلوقتي قوامه المفروض يكون ازاي، يعني يكون يوصل لقد ايه. طبعا لو عايزه تحطي سكر، هو بيبقى جاي جاهز. بالنسبة للجاهز بيبقى فيه سكر خفيف جدا. لو عايزة تزودي سكر، زودي سكر بودرة. لو مش عايزة تزودي ما تزوديش. هقول لكم المكونات تاني بتاعته، عشان لو ما لقيتوش في المحلات منه، عشان انا عارفة اللي مش هتلاقوا، يعني قليل قوي منه في المحلات. دقيق فرينة بتاعت الرز، هناخد منها كوباية واحدة. النشا 5 معالق نشا. السكر البودرة هناخد منها كوباية.
جوزة الهند هناخد منها كوباية. السمسم اللي هو مش عندي طبعا دلوقتي هناخد منها 3 معالق كبار سمسم بس. هي دي كلها المكونات دي اللي في الكيس ده اللي احنا بنشتريه جاهز من السوبر ماركت بس. وبعد كده بتحطيه في كيس برضو او في علبة مقفولة، وتاخدي ايه، لو هتعملي كوباية تاخدي معلقة مع كوب حليب، لو هتعملي كوبايتين تاخدي كوبايتين مع الايه، مع كوب حليب. وبعد كده انا خدت هنا كوبايتين حليب اهو، مع ايه، مع معلقتين من البودرة اللي هي السحلب، بودرة السحلب، اسمه سحلب. ده حلو قوي ومفيد وبيدفي في الشتاء، حلو يعني لما يكون الجو برد قوي قوي، فايه ده حلو بالنسبة تشربيه في الشتاء. اهو ابتدى يتقل اهو، ابتدى يتقل لسه القوام بتاعه اهو لسه. فاصل وراجع. اهو ابتدى يتقل اهو. اكنك ايه بتعملي مهلبية كده، ها. بس ده بقى مشروب مش مهلبية، مش بيتاكل بالمعلقة، بالشرب كده. مهم. نوطي عليه النار عشان ما ايه، ده حليب وممكن ايه، ممكن يتعرض للحرق يعني. نوطي عليه النار. ودلوقتي اهو بقى قوامه اهو، ابتدى يتخن اهو. اهو يتخن كده اهو بالشكل ده. طبعا انا هحط بقى ايه فيه على الوش كده بعد ما اصبه في الكوبايه. هحط فيه جوز الهند، وهحط فيه سوداني عشان انا بحبه بصراحه ايه بالسوداني. لو انت ممكن تحطي اي مكسرات انت بتحبيها، اوريكي دلوقتي اي مكسرات انت بتحبيها يعني وبتحبي تاكليها، ممكن تحطي عليها المكسرات اللي انت بتحبيها.
هو بصراحة ناقصه سكر، هحط له سكر دلوقتي. هحط له شوية سكر كده عشان ايه، لقيت السكر بتاعه خفيف. ندوق بقى كده شوية، نشوف السكر بتاعه بقى ايه. كده بقى حلو. لما حطيت له السكر بقى، زودت له سكر بقى حلو، طعمه جميل. طبعا هو كده خلص. هبتدي بقى اصبه ايه في الكوباية بتاعتي كده، وبعد كده احط له شوية جوز الهند من فوق. طبعا اهو بقى بالشكل ده، اللي هو ايه جوز الهند في الاول اهو. مع سوداني. طبعا ده من الايه، من المشروبات الشتوية، يعني بيدفي وحلو. دلوقتي نقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير ومشاركة في القناة، وباي باي.